اول حاجه وانا لبستك الطرح، تاني حاجه بقى ايه؟ هغميكي خالص ليه؟ كده عشان ما تشوفيش. يا لان مرة. المفاجاه بتاعتنا النهارده مختلفه من الاخر يعني. لازم ايه استغمايه، يعني مش هتشوفوا حاجه تاني. يا سنة وما تغشيش. ماشي. اهم حاجه ما تغشيش، والله هما ما مفاجأتين. ماشي. طب توقعاتك ايه قبل ما اغمي عليكي؟ ما قولي اعرفش. توقع، لا قولي توقعات. لا ما اعرفش والله. لا تقولي توقعات، ماليش فيه. توقعي. هما مفاجأتين، ممكن تتوقعي منهم حاجه صح. قلت موسم سماح. لا مش هقول لك بقى، هسيبك كده مش هقول لها يا جماعه. اول حاجه بقى ايه في الفيديو كده، احط لايكات كتير على فيديو النهارده، واشتركوا معانا في القناه، ونغمي عينين ماما سحوره. ما حدش يقول لي ايه ده انت تغمي ماما سحوره، عشان المفاجاه النهارده مش مستاهله ان انا ايه اسيبها من غير ما اغميها، لا لازم تستغمي. شايف حاجه؟ لا والله. طب كده. والله انا شايف. ما انت شايفاني دول كام؟ مش شايفه حاجه خالص. دول كام؟ مش شايف ايه؟ انت مغمل المية ليه؟ لا سيبيها زي ما هي. اهو. اقعدي زي ما انت، اقعدي. ايوه مكانك، خليكي زي ما انت، ولا تفتحي ولا تعملي اي حاجه غير لما انا اجيب. طيب. تمام؟ ماشي. زي ما انت. طيب. لحد ما اجيب. حاضر. احسن حاجه يا جماعه ان ماما سحاره منظفه البيت وعامله روتين العيد بقى، ما عادش حاجه عن العيد يا جماعه. خليكي زي ما انت. تمام؟ ماشي. احلفي كده ان انت مش هتعملي، قولي والله ما انت قايم. والله ما انا قايم. قايم. والله ما انا قايم. عشان قدامنا شويه على ما نيجي. يلا بينا. يلا يا جماعه يلا. يلا تعالوا. تعالوا بقى كده. مفاجأة ضرب نار بصراحة جميلة، أنا بصراحة متوقع رد فعلها. اوعي بقى تفتحي عينك. الخروف يا جماعة، بصوا بعد الحمية نضف وكان جبت له ذرة، وكان ذرة وكزب وبقى زي العسل. بص جامد. أيوه يا وحش. بص قسما بالله ماما سحرة لسه ما تعرف يا جماعة. هندخل على طول جوه، أنا طبعا محميه لأن عارف إن هي ماسكة البيت كله منضفاه وغاسلة كمان الحافظات دي، كويس إن هي شايلها علشان الخروف ما يبهدلهاش ولا حاجة. وهي قاعده جوه على بعد ما ادخل بقى كده، وعايزكم توصلوا الفيديو ده كل الناس اللي طلبت مني الفيديو ده. انا عارف ان انتوا طالبين مني الفيديو ده بالذات. اهدى كده يا اسطى، كل الناس اللي طلبت مني الفيديو ده حطوا له لايكات كتير على الفيديو النهارده، ويلا بينا. تعالوا نسمي ايه؟ اوعي تفتحي يا ماما. خش من هنا. اوعي تفتحي، اوعي تفتحي. تعالي. ماما سحورة فتحي عينك، حشي البتاع. حشيها. يا ايه رايك؟ كل سنة وانتم طيبين. مفاجأة حلوة ولا لا؟ والله احلى حاجة. كل بجد. سنة وانتم طيبين وكلها بالزيادة يا رب. ايه رايك؟ طب قومي شوفي الخروف ده حلو ولا يستاهل؟ انا بخاف منهم. لا ما تخافيش، انا ماسكه، انا ماسكه كده كده. اللهم صل على النبي. انت مسكتيه من القرن وقلت كده وخلاص. اللهم صل على النبي وخلاص. ايه رايك انا فيه؟ نضيف اهو. نضيف ايه ده؟ واخد له حمايه، الفيديو لسه هينزل النهارده. واخد له حمايه في كل السليم. سنة وانتم طيبين وقعدوا بالزيادة يا رب. حلو. بص النبي زي العسل. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ما شاء الله، يعني حجمه ما كبير شاء يا الله. جماعه. اللهم صل انا على ما النبي. اتاكدتش اللهم منه، صل على النبي. ما يا اتاكدتش منه. انت خايفه ليه؟ انا بحاول ينطع. لا خليك زي ما انت. اهو ما تخافيش. اهو عمال ماسكه ازاي؟ انا كنت خايف زيك والله يا جماعه، كنت خايف اقسم بالله. اللهم لا صل ما على بيعملش النبي. حاجه. اللهم صل على النبي. انا نفسي وانا ومحمد ما خدناش بالنا خالص ان هو حجمه كبير كده ما شاء الله، غير لما بعد الفروه بتاعت جلده دي اللي هي بتاعت الظهر، شعره يعني بمعنى اصح، كان كله ميه فما خدتش بالي. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. كل سنه وانتم طيبين. طبعا انا ربنا يكون عليكم بخير يا رب. هياكل الجلابيه. يلا. هياكل الجلابيه. لا مش عارف احسن ينطح. لا ما انا اهو قال لك على حاجه انا هسيبه له. لا تعالي اطرحي. لا يا انا خايف. تعالي. لا انا خايفه. خدي. لا بسم الله الرحمن. تعالي انت واقفه بقى كده. يلا. هو لازم العيد ده بقى ايه؟ ندخل معاك بالخير. ادخل يا اسطى. لا والنبي عاد. والنبي عاد. والنبي عاد. انا خايف اعدل منه يا عاد. بص يا جماعه، احنا دخلنا اول حاجه كده، ده اول مفاجاه ان احنا نفاجئ ماما سحاره انا بالخروف. خايفه منه يا اخوي. طبعا احنا هنصور لكم فيديو انا ومحمد بالخروف ده، هينزل لكم لسه. وتعالوا بقى نخش بقى على تاني مفاجاه، دي المفاجاه الاولى. قول للناس تحط لايكات كتير. حطوا لايكات كتير كتير قد الدنيا بحرام ماما سحوره، واشتركوا معاه في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من ماما سحوره. كل سنه وانتم طيبين. خش على لسه. ده والنبي عاد.
ادعي لنا دعوه حلوه بقى. ربنا يصلح حالكم ويجعله في الزياده يا رب. انت بتدعي لنا بضمير ولا لا عشان خايفه والله، من لا الخروف؟ والله العظيم بدعوكم ضمير. بضمير حاسه مش بضمير. والله بضمير. واحده ثانيه. واحده ثانيه. مفيش شيء. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير ويكون في الزياده السنه الجايه تبقى عجله صغيره يعني حلوه. لا ماليش دعوه، انا عايز عجله كبيره. ادعي لي دعوه ثانيه. عجله كبيره ويجعلها في الزياده يا رب. احنا جاي ننام. عجله كبيره مش عجله كبيره ويكون ذكر مش نتاج. وكون ده. بتدعي لي يا جماعه دلوقتي بضمير قوي. ايوه عشان البضاعه الخضراء اللي خايفه مني. طب انزلي خلاص مش هيعمل حاجه، انا اهو بعيد، احنا هنا اهو بعيد. يلا. براحتك هاتي ايدك. براحتك. يوم ما تخافيش والله ما بيعمل حاجه اهو، اقسم بالله واقف محترم اهو. محترم. والله العظيم ما بيعمل حاجه. طب بص عايز اخد رايك في حاجه. صلى على النبي. عليه الصلاة الخروف والسلام. ده هنذبحه اول يوم العيد بعد صلاه العيد، بعد ما نصلي العيد ونيجي، ولا نذبحه في البيت الجديد ويبقى اضحيه برضه؟ كده كده البيت ده بتاعنا واللي هناك بتاعنا. ما هو هنا بتاعكم يابا وبتاع ونذبحه هناك ويبقى اضحيه ولا ايه النظام؟ لا ما هي تاني يوم نذبحه تاني يوم العيد هيبقى اضحيه برضه. تمام. والراجل طالع من البيت. ما هو كده كده هنستلم تاني يوم العيد. هنستلم طبعا البيت. يا جماعه انتوا عارفين ان احنا تاني يوم العيد ان شاء الله يوم الخميس. هنستلم البيت. اطلع قدام كده عشان ما تبهدلش بيتنا. اوه ده عمل حمام. عمل حمام. مش مشكله. مش كده مشكله. وانا مسياها كده ومخلصها بيتنا كده ومخليها الشقه. يعني ما خلاش الحمامه اللي هنا في الركنه. بس طلع تكبسوا بقى. انا كده كده هكنسه. فبصوا يا جماعه زي ما ماما سحره قالت لكم هنعمل الاضحيه دي في البيت الجديد مش هنا، وبنيه ان هي الاضحيه. طالما بنيه الاضحيه ان هي خلاص هتتعمل في البيت الجديد مش بنيه البيت، لان طبعا في الزياره يا رب الحياه جاي النار بكل سنه. يا رب. يا كل رب. ده يا ست الكل بدعواتك انت. يا رب يصلح حالكم يا ابني. ربنا يخليك، كل ده بدعواتك. فعايزك توصلي الفيديو ده اكبر عدد من اللايكات، وتعالوا بقى عشان نشوف المفاجاه الثانيه ويغمى عينيك تاني. اغمى عني ده انا وجعين. لا في مفاجاه ثانيه ماليش فيه والله. بس ما كنتش حاجه على رجليه. لا خلاص ما احنا مش هنروح نجيب عيد كمان يعني. غمي عينك كده. ماشي. فين الرباط؟ انا مش عايز اسيب الخروف. بس شوف هعمله. محدش يعلق يا جماعه على النقطه دي. هتقولي لي يعني عارف ان انت هتقولي لي ماما سحاره منضفه، انا هجيب انا الخروف وهكنسها ادبا ليا. انا اللي غلطان اللي دخلت عليك بخروف العيد هنا. ما انت اللي هتعمله ان شاء الله. هعمله. غمي عينيكي. خلي بالك انا هدخل عليك الخروف لو انت ما غمتي، لو زورت لا تكوني شايفه انت عاملاها رقتين اتنين. والله يا هو. ماشي خلاص بقى كده يا جماعه نودي الخروف ده مكانه. هنطلعه فين؟ عند دار جدي، مكان ان هو يتعان فيه وكده. فهنروح نعينه هناك عند دار جدي بقى ايه في المخزن اللي هو بتاع المواشي وكده. وطبعا انا جايب له دش وهنا تبن وحاجات وهظبط له الدنيا. ويلا بينا تعالى يا عم الحاج كده. خليك يا ماما لسه في مفاجاه ثانيه. لسه في مفاجاه ثانيه. طب انا بكره عم تيجي. زي ما انت. يا نهارك ابيض. يا الله. جاهزه يا ماما سحره للمفاجاه الثانيه؟ جاهز. بجد؟ والله. ادخل بقى كده يا محمد. خلاص بقى كفايه كده، فك بقى كده كده مش شايف حاجه اصلا. انا مش شايف حاجه على القاع. كفايه كده يا عم. طبعا طول ما انت بتتغنى وبتتفاجئ انت مبسوط. انا بحب الغمامه بتاعتكم دي. اي حد يحبها مش في هدايا خلاص. كل سنه وانتم طيبه وانت وكل طيب سنه يا وانتم حبيبي. طيبين، وان شاء الله كده ايام مباركه عليكم جميعا. كل سنه وانتم طيبين وعيد الاضحى المبارك. خلاص وعليكم بقى. كل الايام بخير. ما عادش الا يومين يا جماعه عن العيد. بعد ما شفت بقى المفاجاه الاولى طبعا كانت الاولى اجمل حاجه في الدنيا طبعا. احلى حاجه لسه بقى عملتوه. عشان تعرف بقى ان احنا مش ناسيينك، المفاجاه دي تخصك انت بقى عشان تعرف ان احنا مش ناسيينك. ايه لسه ما انتش شايف الشنطه لغايه دلوقتي. لا ما خدتش بالي والله. خد بقى افتحها وشوفي، انا مش هفتح ولا اوريك. لا والله مصطفى افتحها وشوفي بقى المفاجاه الثانيه مفاجأة ايه بقى يا عشان تعرفي ان احنا مش ناسيينك اهم صلاة حاجه. النبي اللي جايبين لي عباية. انتوا كنتوا جايبين لي عباية الاسبوع اللي فات. ما لا لازم تلبسي كده اول يا اخويا ليه يصلح حاجه حالك؟ اغلى منك. لا يصلح حالكم يا رب وكل سنة وانتم طيبين وعلى على كل ايام بخير. ده ميزان. انا عارف ان انت انت طيب. عندك افراح بعد العيد كتير. ايوه. فانا جبت لها بقى عبايه اخرج انا وعادل عشان طبعا عندها كذا مناسبه بعد العيد. فرح بنت عمي وفرح واحد كان عيد. طب شوفي بقى العبايه الاول. اي عاس. لا شوفها انت الاول بعد كده بقى قولي رايك. ايوه يا حبيب قلبي. حش الحزام ايوه كده. زي ما هو واسعة وجميل. ولونها ولونها رصاص. لونها رصاص مش عارف الاضاءه لونها رصاص. لا لونها هي اسود في رصاص. لف وشها كده يا ماما. وشها بقى. ايوه خلاها واقفه عليك يعني خلاها على طول عليك. حاسس ان هي احسن بيت العيد اللي فات كمان. بجد يا جماعه ذوقها جميل جدا. واسعة وجميل. اهي حلوه عليك ماما سحوره واحلى واحلى كمان. الله يصلح. بصوا التصميم بتاعها. كمان. لا مش مستاهله يشوفوا عليكي بقى وانت رايحه الفرح. بص الكم بتاعها ده التصميم بتاعها. تحسوا ان هي قيمه. وقلنا له لازم دي راحه مناسبه. ولا تدين. فالعبايه قيمه وحلوه. اي شكلي. بص الطرحه بتاعتها. الطرحه بتاعتها جميله.
انا عارف ان انت بتحب الالوانات الغامقه، فالمره اللي فاتت في العيد لا ماليش في الفواتح والله، انا بحب الحاجه الغامقه. في العيد كنا احنا جايبين لك واحده زيت، على فكره كنا لاقيين زيها كحلي بس ما رضناش نجيب لك نفس التصميم. حاجه كبيره وحلوه اهي. وفيها برضك من العبايات. بصي طلعي يا العبايه كده وافردها لهم عشان الناس تشوفها حلو، أهي. لان ما خدوش بالها منها قوي. يلا. شوف انا متوصي بيكم اهو. مسحره معاكم بقى توريكم ايه شكلها فرحانه بالعمليه قوي فعلا. العبايه بصراحه جميله جدا اهي. العمليه كده عجبتني. بص تصميمها ده كده من لا فوق حلوه وتبقى طالعه عليك قوي بصراحه. اهي. فبصراحه قيمه اهي. بس بصوا انت نسيت حاجه يا عاد. ايه عليه. ايه من كل مرة انت ما بتنسيش انا نسيتك بالخروف وعباية تانية اهو انا ومحمد. جبت لي العبايه دينتي عاوزه لو ناقصه شبشب بقى. هجيب لك شبشب جلد. بس يكون رصاص. لا اقول لك على حاجة، الشبشب الرصاص انت عندك واحد رصاصة اصلا، ما عندها واحد جديد. خلاص هات لي شنطه رصاص. لا ما انت مش هتروح الفرح بشنطة يعني لا يا سحور. هروح. لا مش هتروح الفرح بشنطة. ده بالنسبه لها مهم قوي. فحتى يا ستي هنجيب لك الشبشب وهنجيب لك الشنطه كمان. ايوه. طبعا يا جماعه بقى ايه، احنا ما نقدرش ننسي ماما سحوره، اقسم الله بالله يا يسحر. جماعه. قبل ما بفكر اجيب، اقسم بالله انا جبت انا ومحمد لبس لنا للعيد تمام. قبل ما نخش محلات ليا انا ومحمد دخلنا لماما سحوره نجيب لها العبايه دي الاول. ربنا يكبر بخاطرك. والله يا جماعه احنا جبنا لك قبلنا واحنا هناك، الله يسلمك. والله اشترينا العبايه الاول. ما عندناش غيرك يا ماما سحاره. وساعه ما جبنا لماما سحوره العبايه الجميله دي ربنا رزقنا وجبنا لنفسنا حاجات احسن من اللي كانت في دماغنا والله يا جماعه. وعلى فكره لها دبوس اهو، لا دبوس. اهو بص الدبوس ده اهو، بص الشكل بتاعه. انا مفكره سلسله من ساعه. لا ده هو دبوس بيبقى محطوط الستايل بتاعها كده. مكتوب ايه؟ حرف الايه؟ حرف محمد. وري له والده. حرف محمد. علشان كده اخترتها لي. اهو حرف الايه؟ حرف الام يا جماعه. التصميم بتاعها حلو، والكم على فكره عليه شغل، وري لهم الكم بتاعها كده يا ماما برضه. هي حاجه رايقه بصراحه وحاسس ان هي تبقى حلوه عليك. حلوه في افراح، يعني دي مناسبه افراح حلوه. ما رضناش ان احنا نجيب لها عبايه بيتي، العبايه البيتي كده كده مش هتستخدمها بعد العيد. وهي قايله لي ان هي عندها بنت. وفي افراحكم بقى، في فرح محمد بالذات، الفرحه الكبيره بقى. ايوه. فرحه محمد بقى انا هجيب لي بتاع فستان سواريه. ايوه. على ايه؟ على ذوق. ده هيبقى حاجه كده، بص حاجه خاصه. هتجيلك حاجه خاصه محدش هيشوفها الا وانت لابساها. فاخر من الاخر. فاخر من الاخر. هيبقى احسن من فستان العروسه كمان يا ماما. ايوه. هي ماما سحوره تيجي تختار برضه. الالوان بحب ايه؟ لا هجيبه رصاصي لا هجيبه نبيت، النبيت هيطلع عليا عشان انا وبيت. الفرح بتاعنا بقى فرح محمد وعاد. هيبقى حاجه كده متفصله ليك مخصوص. ماشي. حاجه عاليه عاليه. اهم حاجه ذوق العبايه عاجبك؟ ايوه يا حبيب قلبي. بجد عاجبك؟ وانتوا طيبين ويعود عليك الايام بخير. وانت طيب. وكل سنه وانت طيب. واسعه وحلو. ايوه كده مش تجيب لي اخضر واحمر واصفر. بابا خلينا احنا عايزين نصغرك. خلينا بقى ناخد رايك، احنا هنذبح الخروف هنا ولا في البيت خلاص؟ لا الموضوع بقى نهائي. لا ما تذبحوش هنا. في البيت بتاعنا الجديد. احنا كده كده ناويين اللي هي نيه الاضحيه يا محمد، فيتعمل في البيت، هو نيه الاضحيه هنا او هناك عادي، وهناك المكان واسع. هناك المكان واسع، وهنقعد بقى هناك نسيب بيتنا هنا ونقعد هناك طول النهار. مفيش مشكله ناخد اليومين كل دولت بقى 3-4 ايام كده ولا 5 ايه؟ عشان ايه نقعد وناخد وندب مع بعض كده. سيب بقى حته البيت دي سهله أيوة. هنقعد فيه كده لازم نقعد فيه. وجبتكم يابا ونخوى بيتكم بقى. دي بيتكم. ده بيتك. الله يصلح حالك. مش ربنا بيتنا. يصلح حالك. بيتك. ونخوى بيت بابك قبل ما هو ده يكون بيتك وده بيتك. الله يصلح حالك. بص المكان اللي وربنا تستريحي يكون فيه اقعدي فيه بس كده. انا مش عارف، انا بحب انا حابه اللي تعرفي حاجه؟ آه. انت قعدت لها جنبك اهو. ايوه صممت اللي في دماغها، شكلها دعت الدعوه دي واستجابت. والله ربنا اللي عمل فيا كده. ما كانوا رايحين يتفرجوا شو بره وانا هم بعد ما مش قلت يا رب يا النبي ما تقضي وحياة النبي قمت قايله يا رب ما تقضي ويقعدوا هنا معايا. يقعدوا هنا معايا. وانا بقول اعترف بيه. وانا بقول كانت مقفله ليه؟ اي والله. كان في اسعار عاليه بسببك، انت السبب. كل ما اروح مكان نتصدم ليه؟ اصل ربنا بيحبني. انا قلب ابيض زي البفطه البيضاء زي اللبن الحليب. والله فعلا يا جماعه. ربنا وانا مش زعلان، انا راضي برضه وهي خطوه كويسه وربنا وفقنا فيها. يا رب. واهم حاجه تكونوا انتوا مرضيه ومبسوطه. وتسكنها بهنا وانتم وعرايسكم ويا رب بحياتنا وكل بزياده يا رب. يا رب. وكده يا جماعه يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده، ما تنسوش بقى تحطوا لنا لايكات، وكل سنه وانتم طيبين. كتير قد الدنيا معانا ماما سحاره واشتركوا معاه في القناه وفعلوا الجرس. ما حدش قدك بقى، لبس العيد لبس العيد. الحبايه دي حلوه، لو هتملوا ده فورمات كلون حلوه من ايديك.
الله يصلح لك يا ست أيوة الكل. والله. وطبعا انا ومحمد يا جماعه بنقدر، احنا لما عرفنا ان في عندنا كذا مناسبه بعد العيد، كذا فرح حد حبايبنا كده، فقلنا لازم نجيب ماما سحوره عبايه. كان عندها واحده خروج ما لبستهاش غير واحنا رايحين القاهره بس سفر، يعني ممكن تقضي فيها عادي، بس قلنا لا ماما سحوره مش اي حد، ولازم ان احنا نجيب لها عبايه جديده عشان تبقى موجوده كده حاجه حلوه. يعني ايه اللي الدل بتاعها واسع وحلو، نفر ياخد راحته معاه. وانا عارف مقاسك، وعدت بروح اي مكان عرفت المقاس خلاص. فيلا بينا بقى كده نشوفكم بقى في فيديو جديد، وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلامة.